ازيكم يا حلوين؟ النهارده بقى فيديو جديد، حاجه سريعه كده. انا قمت النهارده وقلت ايه، عايزه اعمل حاجه يعني من القديمه كده، فقلت هعمل رز معمر وهعمل جنبه فراخ مسلوقه عادي خالص، وهنحمرها كده في الفرن وهتطلع اكله زي بتاع زمان كده. يلا بينا. دلوقتي بقى انا ده رز مصري غسلاه، منقيه وغسلاه. وهبدأ بقى ايه، انا كنت الاول حاطه مقاس كل برام، وبعدين غسلت الرز كله، بعدين هوزعه واوريهولكم. دلوقتي بقى يا حلوين ايه، انا قلت اما اعمل 3 طواجن كده صغنطاطين، ما فيهمش غير حبه رز صغنطاطين كده. لو انت ملاحظه ان انا سايبه المقدار ده من الطاجن باين، يعني انا عايزه كده. سيبي المقدار ده من الطاجن اللي عندك ايا كان حجمه ايه، سيبي المقدار ده عشان تزودي لبن وعشان الرز يطلع معاكي تحفه. دلوقتي بقى انا هضيف ايه، هضيف ملح شويه ملح على كل طاجن كده. بسم الله. مش كتير قوي ومش قليلين قوي، يعني على حسب مقاس الطاجن. توزعي ملح في كله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكمان هضيف ايه بقى، هضيف شويه سكر. في ناس ما بتضيفش سكر، بس السكر بيخليه جميل والله، وما بيبانش مسكر، ما هوش حاجه حلوه يعني. ادي شويه سكر صغيرين خالص زي ما انت شايفه، شويه صغيرين خالص. في كل طاجن بقى هتحطي شوية سكر صغيرين. هبتدي اعمل ايه بقى، هبتدي اقلب. بسم الله. اقلب في كل طاجن كده كويس. كمل تقليب لكل الطواجن زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى ده لبن، بسم الله الرحمن الرحيم. ده لبن مغلي اهو، سخن خالص اهو. هبدأ ازود بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بوزع هنا شوية وهنا شوية. بسم الله. دلوقتي انا خلاص حطيت اللبن اللي عندي. بسم الله. هقلبه بس كده شويه، وكده كده انا هحط شويه ميه برضو لكل طاجن كده، يعني مش هكتفي باللبن بس. بسم الله. ده بقى يا جماعه يعني مستوى اللبن اهو. هحط انا بقى شويه ميه مش كتير قوي، هتشوفوا دلوقتي. بسم الله. اقلب اهو. بسم الله. على فكره انت ممكن تعمليه كله بلبن خالص من غير نسبه ميه، بس انا هزود نسبه ميه عشان انا ما عنديش لبن يكفي ما شاء الله البريمه دي كلها ما شاء الله. خلاص كده انا اوريدي خلاص زودتهم نسبه الميه اللي انا عايزاها. على فكره يا جماعه، نسبه الميه اللي انا زودتها مش كتير خالص. انا دلوقتي بوريكي ايه، ان انا بعد ما زودت الميه واللبن سبت نسبه بسيطه، يعني قيمه عقله واحده من صباعك، عشان بقى الرز يستوي وينفش كده باذن الله. وعلى فكره الميه اللي انا زودتها ما بتاثرش في الطعم نهائي. احنا كده خلصنا. انا مشغله الفرن على درجه 180، بس انا حاطه الشوايه بتاعتي يعني الشبكه على فوق البتاع على طول، يعني مش هحطه تحت خالص على الاوفن من تحت، لا، على الشوايه كده على طول، يعني فوقيه على طول. وهرصه وهشغل الجريل على هادي، يعني هشغل الاتنين مع بعض، الاوفن والجريل. انا طبعا مش معرضاه للنار على طول مباشره يعني في الفرن، عشان يستوي براحته، وعشان برضو ما يعملش طبقه كده غامقه تحت، يعني يبقى اللون من تحت ذهبي كده وشكله حلو. يلا بينا بقى نحطه في الفرن. بسم الله. طبعا خلاص انا رصيتهم على الشبكه زي ما انتم شايفين، الشبكه قريبه من تحت خالص، وشغلت الجريل زي ما انتم شايفين كده. واول ما هيعمل وش هنشوفه دلوقتي، هنطفي الجريل او هنهديها
على حسب قوه الجريل بتاعتك. انا قلت بقى على ما الرز المعمر بتاعنا يستوي، قلت اعمل بقى فرختين مسلوقين كده عادي زي ايام زمان كده. دي فراخ الاول عملتها، شوحتها كده مع بصله، وبعدين نزلت عليها بالميه. اوريدي انا كنت نقعاها بميه بليمون وشويه حاجات عليها عشان، وشويه ملح بحيث ان الزفاره تروح خالص. وشايفين الشوربه تحفه ازاي. حطيت عليها حبهان ورق لورا، وزودتها ميه وسايباها تغلي، وبعد كده هنحمرها في الفرن كده مع الرز، هتبقى حكايه. انا قلت بقى الجو كده مش لطيف والدنيا مش حلوه، فقلت ايه دخلت الشتاء بقى زي ما انتم شايفين، فقلت نعمل شويه شوربه حلوين كده نتدفى بيهم ويدونا شويه طاقه كده. شايفين بقى يا حلوين الوش، انا مشغله الجريل عشان ياخد الوش الجميل ده. لو انتي ما شغلتيش الجريل من الاول مش هياخد الوش ده خالص. هيبقى طعمه جميل وحلو بس مش هياخد الوش والشكل الجميل ده. دلوقتي كل الطواجن تحفه اهيت، بس انا عندي الطاجن الكبير اللي جوه ده هلفه شويه عشان ياخد وش هو كمان. يلا واشوفكم تاني بقى، نشوف هنكمل هيبقى يطلع كده عامل ازاي. بصوا بقى يا حلوين، خلاص انا كده طلعتهم، بس خلاص هما لسه برضو ما استووش. هما شربوا خلاص اللبن اوريدي وخدوا الوش الجميل اللي احنا شايفينه ده ما شاء الله. بس انتوا لو لاحظتوا ان انا ما زودتش السمنه من اول ما عملت البرام، فدلوقتي بقى هنبتدي نزود السمنه وهندخله تاني ونوطي الفرن خالص، وهي طبعا برضو على الشبكه كده. هنوطي الفرن خالص عشان ما يتلهفش من تحت كده وياخد لون جامد، لا ياخد لون ذهبي جميل. وطبعا بقى يا جماعه الجريل قفلناه، هنجيب بقى المعلقه زي ما انتم شايفين كده، همسكها كده وهستخدم الجزء ده. هبدا اعمل ايه بقى؟ هبدا اعمل زي خرام كده، بسم الله، كده في كل البرام، بسم الله كده، تمام. وهاجي من الحروف كده واعمل كده، ارفع سنه بالراحه، ارفع سنه واعكس المعلقه كده واطلع. ما تخافوش مش هيبوظ الشكل ولا اي حاجه، انا برفع كده عشان يستوي يبقى مفرفر. هننزل بس الرز كده شويه اهو، بسم الله. وهعمل بقيه البرام اهو. زي ما شفنا بقى هعمل كل البريمه بنفس الطريقه اللي عملت بيها دي، بالمعلقه كده. بعد كده هجيب السمنه ونشوف بقى هنوزعها على البريمه كلها. دلوقتي بقى يا جماعه انا مسيحه سمنه، دي سمنه بلدي، هوزعها على كل البريمه باذن الله. هبدا باول بريم، بسم الله. دلوقتي بقى يا جماعه خلاص وزعت السمنه على كل البريمه. هبدا بقى احطه في انا مشغله لسه الفرن ما طفيتوش، هحطه في الفرن وهغطيه باي غطا. بس اهم حاجه الغطا ما يكونش لازق على الوش عشان ما يشيلوش، فهغطيه بغطا يكون عالي شويه عنه، بس كده. وهسيبه بقى شويه على نار هاديه خالص، وبعد كده هنطلعه ونشوفه. خلاص كده الفراخ بقى انا طلعتها من الشوربه، هحطها بقى تحمر كده تحت الجريل وتاخد لون جميل. وبعد كده بقى نطلع الرز عشان خلاص الرز استوى الحمد لله، ونشوفهم مع بعض وندوق الرز مع بعض بقى. انا حطيت لها يا جماعه شويه ملح كده على الوش، لان هي كده كده حدقها حلو. وحطيت لها شويه فلفل اسود اللي انتوا شايفينه ده، وحته سمنه كده عملتها بالفرشه عليها عشان تحمر وبس. هحطها بقى تحت الجريل كده بقى. خلاص طلعوا من الفرن وشايفين الجمال والحلاوة. لو معايا بقى كنت شميته كمان الريح، حاجة عظمة بجد والله. حاجة كده بريحة السمنة البلدي، طعم وريحة فعلا. الرز شكله تحفة تحفة تحفة، والفراخ زي ما انتوا عارفين حاجة تحفة برضو. يعني بألف هنا وشفا، يعني لو مشيتوا بالخطوات بالظبط هتطلعوا حاجة عظمة. فيلا بينا بقى عشان ادوق لكم الرز كده واوريهولكم. بسم الله، بسم الله. شايفين الجمال؟
ما شاء الله بجد مفرفر وطعمه حكاية حكاية حكاية. فجربوه وان شاء الله هتحبيه، واكلة تحفة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وحاجة جديدة. بس ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ويا ريت تعليق حلو منكم كده وتتفاعلوا معايا. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد.